السلام عليكم. فيديو النهاردة حلو واللي هنعمله حلو. فيديو النهاردة لذيذ وسريع وبسيط وجديد. هنعمل ايه؟ هنعمل بطاطا بالبسبوسة، بسبوسة بالبطاطا، زي ما تسميها سميها. وصفة جديدة سريعة حلوة، تقدري تعمليها في دفا الشتاء، هتدفي الولاد وتدفي ضيوفك وهتبقى ممتازة. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. يلا بينا نبدأ. معانا حوالي 1.5 كيلو من البطاطا، وطبعا الكمية هنا زي ما انت عايزة. هنغسلها كويس وهنقشرها وهنقطعها زي ما انتوا شايفين. قطعنا البطاطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهننزل عليها بحوالي 1.25 كوباية من السكر. طبعا احنا هنسلقها. هنضيف ليها 1 كوباية من المية زي ما انتوا شايفين. مش هنكتر كمية المية اثناء السلق عشان البطاطا انا عايزاها بوري. هنعمل بقى شربات خفيف سريع كده لزوم البسبوسة. 1 كوباية سكر وكمان عليها 1 كوباية مية. عايزين شربات خفيف بس للتلميع الصينية بتاعتنا. هنحطها على النار وعند الغليان عصرة ليمونة وهنسيبه 5 دقايق ونطفي عليه. تعالوا بقى نعمل سميد البسبوسة. هنزل ب3 معالق متوسطين من السمنة، وطبعا كل ما السمنة تبقى بلدي هتودي الصينية في حتة تانية خالص. نزلنا عليها 1 كوباية سميد بسبوسة ورفعناهم على النار. التركة دي مهمة جدا. انا مش عايزة السميد البسبوسة ياخد لون، انا كل اللي عايزاه يتغلف بالزبدة او السمنة بتاعتي كويس جدا. وزي ما قلت لكم المادة الدهنية هنا عايزاها ممتازة عشان تحسن من طعم الوصفة وتديكي تيست عالي للوصفة بتاعتنا. انا هنا بشوح سميد البسبوسة في الزبدة او السمنة. انا هنا استخدمت سمنة بلدي. اول ما سميد البسبوسة يسخن معايا هطفي على طول. هنا كانت البطاطا استوت وزي ما انتوا شايفين شربت المية والسكر داب فيها وبقت بوريه زي ما انتوا شايفين. هنهرس البطاطا هرسا مبرحا كويس جدا، مش عايزة اي معالم للبطاطا خالص. هرسنا البطاطا كويس جدا. كل اللي احنا هنعمله هنضيف عليها حوالي 3 معالق من جوز الهند، وده اختياري يا جماعة. حابة تضيفي مكسرات، حابة تضيفي سوداني، زي ما انت عايزة ضيفي. نزلنا عليها بحوالي نص كوباية او 1 كوباية الا ربع من اللبن، وهننزل بسميد البسبوسة اللي شوحناه في السمنة. شايفين سميد البسبوسة بنفس لونه، ما اخدش اي درجة من التلوين. نزلت بكيس فانيليا، وهنا الفانيليا البودر افضل كتير من الفانيليا السائلة. قلبت كل مكوناتي، وخلي بالكم انا مخلية جزء من اللبن هنستخدمه في المرحلة الجاية. زي ما انتم شايفين الخليط لازم يتجانس كويس جدا مع البسبوسة مع البطاطا مع جوز الهند، ولو حابة مكسرات ضيفي وما يهمكيش. نزلنا بقى بحوالي نص كوباية لبن تاني وقلبنا البطاطا بتاعتنا، وده القوام اللي احنا محتاجينه، ولا محتاجينها سايلة ولا محتاجينها تكون متماسكة. هنجيب بقى عندنا اي قالب صينية زي ما انت حابة تضيفي ضيفي. انا استخدمت صينية ألمونيوم مقاس 30 ودهنتها بحتة زبدة ونزلت بالخليط بتاعنا. الموضوع سهل وبسيط جدا وسريع، وعايزة اقولك هتعمليها في 10 دقايق. كل اللي احنا عملناه هنساوي البطاطا بتاعتنا وهنساوي السطح بتاعها في صينية الفرن بتاعتنا. حابة تعمليها في طواجن صغيرة كده فخار لشخص واحد، كل واحد لوحده، مفيش اي مشكلة. اعملي اللي انت شايفاه وجددي في مطبخك وظبطي الوصفة بتاعتك زي ما انت تحبي وعلى ذوقك. هنا بساوي بقى سطح البطاطا بتاعتنا، ونزلنا عليها بمعلقتين زبدة سايحين عشان احنا محتاجين لون البطاطا يبقى لون ذهبي حلو جدا.
طبعا البطاطا مستوية وكل مكوناتها مستوية، فأنا مش محتاجة إن أنا أدخلها فرن لمدة طويلة. هي هتستغرق معايا حوالي 10 دقايق تحت الشواية، وهو ده اللي أنا محتاجاه. حبيت أعمل يعني شكل ديكوريشن كده فوق البطاطا، بسن المعلقة كده عملت دواير بحيث إن هي تديني قرمشة بسيطة لما أحطها تحت الشواية. شايفين يا جماله؟ مش قادرة أقول لكم ريحة البطاطا قبل ما تخش الفرن، جوز الهند وسميد البسبوسة عامل شغل جامد. جربيها ومش هتندمي، تحفة بجد، طريقة سهلة وسريعة وجديدة جدا. هنقول عليها وصفة 25 يا جماعة. حطيناها في الفرن تحت الشواية زي ما قلت لكم، وتبارك الرحمن كانت قلب ريحتها الدنيا بحالها، جميلة جدا جدا. والزبدة مع الجوز الهند مع البطاطا عامل ميكس كده روعة روعة روعة. وطبعا العنصر الأساسي في وصفتنا النهاردة سميد البسبوسة، ودي كانت مفاجأة ليا في الطعم. الشربات معانا سخن والبطاطا سخنة، ونزلنا بقى بالشربات على البطاطا المبسبسة. هنقول عليها بطاطا مبسبسة يا جماعة، هي ما تتقالش عليها غير كده. شايفين جمالها؟ أنا مش قادرة أقول لكم الريحة عاملة إزاي، روعة بجد، حقيقي تستاهل التجربة. حطينا الشربات زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى نقطع البطاطا المبسبسة. تعالوا نقطعها سوا ونشوف القوام ونشوف لونها الجميل اللي بجد أبهرني. أنا عملت الصينية دي وقلت أنا هدوقها الأول، لو ما عجبتنيش أنا مش هزيع، بس طالما اتذاعت وانتوا شايفينها دلوقتي يبقى هي أبهرتني حرفيا. قطعنا بقى البطاطا المبسبسة زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين، وهنطلع قطعة بقى كده وندوق ونعمل تيست. بصي بقى يعني تيست عالي. عايزة اقول لكم انا مرضتش اقول لهم ان هي خرجت من الفرن عندي في البيت الا لما ادوق انا الاول عشان احكم، وبعدين يعني افاجئهم المفاجأة الكبرى. هنطلع بقى قطعة كده، شوفوا بقى التماسك، شوفوا الجمال، شوفوا الروعة. البطاطا سخنة وشوفوا التماسك بتاعها والقوام بتاعها عامل ازاي. عايزه اقول لكم بسبوسه بالبطاطا، بطاطا بالبسبوسه، انا قلت لكم سموها زي ما تسموها، بس هي حكايه حرفيا يا جماعه. شايفين قوامها؟ انا مش هقدر، لازم ادوق طبعا، انتوا عارفين ما اقدرش تفوتني اللحظه دي. شايفين الطراوه بتاعتها؟ شايفين القطعه بالمعلقه عامله ازاي؟ لا لا، هي مش هتتاكل بالمعلقه، هي عايزه تتاكل كده يعني، ما تنفعش غير كده. شايفين؟ روعه روعه بجد، من أحلى وأجمل الوصفات الشتوية اللي تقدري تعمليها في موسم البطاطا وتبهري بيها كل الموجودين عندك. في نهاية فيديو النهاردة بشكركم جدا، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله.